السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتي أنا وأخواتي. معكم منى. النهاردة جاية لكم بوصفة جديدة وهي وصفة وأقول لكم بالتفاصيل ازاي أنا نضفتها وغسلتها. أول حاجة طبعا من غير أي حاجة أنا حاطة المية بتغلي على النار. هي المية دي طبعا اللي أحط فيها الكوارع تغلي غلوتين بالظبط، وبعد كده هشيلها تاني. بعد كده هنعمل الشوربة مع بعض. معانا ايه المية، هنحط الكوارع بتاعتنا تغلي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بالراحة بس عشان المية متعملش زي ما عملت كده. بسم الله. طبعا احنا عيلة كبيرة، حطينا الكوارع زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى اغطي على تغلي غلوتين بالظبط، بعد كده هشيلها من المية ونعمل الشوربة بتاعتها. شايفين منظر الريم دي بعد الكوارع ما خدت غلوتين. شايفين المنظر ده كله بقى اللي بيطلع على الشوربة وبيخلي الشوربة بتبقى فيها ريم ومش صافية. لكن بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها دي اي حاجة تغلوها هتطلع الوساخة بتاعتها كده، ولا هتغيرلك لون، والشوربة بتاعتها هتبقى صافية. مع اني غسلاها بس طلعت برضو الريم ده. هرجع لكم بقى احنا بنعمل الشوربة الأساسية. هنبدأ نعمل مع بعض الشوربة ايه. طبعا غسلت الشوربة مكان الغليان، غسلت الحلة. نبدأ مع بعض نعمل الشوربة. قبل اي حاجة حطيت نقطة زيت. هنحط البهارات تاخد تشويحة، زعتر وروزماري وحبان ومستكة. حبان قصدي. نحط كده 3 ونحط كوبيبة صيني. نحط شوية جنزبيل، شوية بهارات لحمة، مكتروش، شوية قرفة. طبعا القرفة والجنزبيل فوائدهم حلوة قوي، خاصة لمرضى السكر والقلب. شوية من الثوم البودر، طبعا بينقل الشوربة يا جماعة لحاجات تانية. هو والبصل البودر جربوها مش هتندموا ابدا، بس اهم حاجة متكتروش البهارات عشان ما يغيرش طعم اللحمة. اسمر، طبعا الفلفل الاسمر نكتر فيه بس مش كتير برضو، مش قوي. اخر حاجة طبعا هنحطها الملح بعد ما الكوارع بتاعتنا تستوي. انا دلوقتي هقلب البهارات، هنحط عليها الكوارع على طول اول ما تطلع ريحتها. نقلل على النار. شايفين كده. بصوا انا مش مكتره، بس طعم الشوربه هيتنقل لحاجه تانية مش بالبهارات دي. البهارات اللي هي ورق راولي ومستكه وحبهان وجوز الطيب وكوبيبه صيني. ولو في لو في مستكه دي، انا المستكه عندي مش متوفره، هتبقى احسن. وطبعا الفلفل الاسمر وسنه الثوم وسنه البصل. هنقطع عليهم بصله كده تتشوح مع البهارات. الله الريحه، ريحه البهارات يا جماعه تحفه. وهنزل عليها بالكوارع على طول. زي ما انتم شايفين كده، انزل بالكوارع تاخد تشويحه.
اديت الكوارع تقريبا مع البهارات كده، هنزل عليها على طول بالميه المغليه. بسم الله. حطينا الميه، هنحط كمان نص معلقة سكر. نص معلقه سكر كده عشان تسوي الكوارع معانا. وارجع لكم بقى بعد ما الكوارع بتاعتنا تستوي. ورجعت لكم تاني بالكوارع بتاعتنا. الكوارع بتاعتنا خدت غلوتين وطفينا عليها بالليل، ومنى طفت عليها بالليل، وانا كملت الفيديو عشان اوريكم اللقطه دي بس هي اما تيجي هكمل معاكم الفيديو. معاكم هدير. الكوارع خدت غلوتين زي ما انتم شايفين، واحنا امبارح خدت غلوتين وطلعنا الريم منها. شوفوا صفيان الميه، الشوربه قد ايه وريحتها جميله قد ايه، مع ان احنا غسلينها بخل وليمون. وهبقى اوريكم فيديو بتاع الغسيل بتاعها. بصوا الصفيان بتاع الميه اللي حوالين الحله ده فلفل اسمر. هزودها بقى شويه ميه زي ما انتم شايفين كده، واوريكم برده الشوربه عامله ازاي. ميه مغليه، ما تزودهاش ميه من الحنفيه ابدا. انتوا شايفين كده تمام. واسيبها بقى تغلي لحد ما تستوي، ومنى بقى تيجي توريكم بعد ما تستوي تبقى عامله ازاي. بس انا عايزه اوريكم. بصوا الشوربه ريحتها تحفه ومفيهاش اي ريمه، ولا فيها اي، ولا غيرت طعمها ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين الكوارع اهي زي الفل، بس هي لسه ما استوتش. ده كده يكون شكل الكوارع. اوريكم ازاي مستويه وطريه وزي الفل. ادي حته اهي، شايفين؟ تتقطع معانا سهل وطعمها تحفه. وده كده شكل الطبيخ معانا استوى برضو وبقى زي الفل. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم، ومتنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.